يا مساء الهنا. الصوت ده لوحده كفيل يجوعنا. احنا النهاردة هنعمل مع بعض السندوتشات الشاورما. انا مش هقول النهاردة ان هي شاورما سوري، لكن اللي اقدر اقوله انها شاورما على طريقتي الخاصة. هنعملها بكل بساطة وبكل سهولة. يلا بينا ندخل على المقادير. الشاورما النهاردة بطريقة بسيطة جدا. معايا صدور فراخ مخلية، معايا مية بصل، مستردة، بابريكيو، وكمان كاتشب. معايا كمان كوبايتين زبادي، توم باودر، بصل باودر، وكمان جوز الطيب وبابريكا وملح وبهارات فراخ وشوية كمون، شوية كزبرة، والملح بتاعنا، شوية بصل كده مغطساهم بالسماق. ويلا بينا نشوف هنعمل مع بعض ايه. ده صوص الحار، طبعا ده للي حابب دبس رمان وصويا صوص وخل ابيض. ومعانا كمان الصوص القمر ده، هنشوف هنعمل بيه ايه. طبعا هنا طريقة تقطيع الفراخ هنشوفها مع بعض. شايفين ميل السكينة كده، هنميلها شوية ونبدأ نقطع بالطريقة دي بالظبط. شايفين؟ ولا أسهل من كده. وهناكل مع بعض أحلى شاورما بأسهل تتبيلة ممكن تتخيلوها. ودي الفراخ بتاعتنا بعد ما قطعناها بنفس الطريقة كده بالظبط. معايا بقى بولة هننزل بمية البصل، معلقتين كده كاتشب حار بارد زي ما تحبي، معلقتين مستردة، معلقتين بابريكيو، وكوبايتين الزبادي. هننزل بقى بالبهارات، معلقة ملح من كل نوع بقى من البهارات الحلوة دي، ربع معلقة كده. ولكن البابريكا المدخنة بحط منها معلقة كاملة. رشة جوز الطيب كده. شايفين الجمال؟ ولا أحلى من كده ولا أسهل من كده تتبيلة. هنا بقى هننزل بمعلقة كده من دبس الرمان أو الصويا صوص، ومعلقة من الخل الأبيض. واللي حابب بقى تكون الوصفة بتاعته مشطشطة يحط من الصوص الحار ده. هقلب بقى المكونات دي حلو جدا، وبكده تكون التتبيلة بتاعتنا جاهزة. أسهل تتبيلة ممكن تتخيلوها. هننزل بقى بقطع الشاورما بتاعتنا كده، وهنغطسها في التتبيلة، وهنغطيها بالاسترتش راب، ونركنها كده على جنب من نص ساعة لساعتين. تكون بقى الجريل بتاعي سخن جدا. هبدأ أنزل كده بمعلقتين زيت، وانزل بقى بالشاورما بتاعتي بالتتبيلة القمر دي. عاوزة اقول لكم ان الريحة خطيرة بجد تجنن. هبدأ بقى افرد قطع الفراخ بتاعتي كده. طبعا نقدر نسويها في البوتاجاز في طاسة او في جريل زي ما نحب، بس بما ان انا الجريل ده عندي متاح فانا بستسهل على طول. وبصراحة شغله مريح جدا. انا نزلت هنا بشوية كمان من الصوص الحار لان ولادي عاوزينها حارة. هبدأ بقى اقلب الفراخ بتاعتي كده عشان ما تشدش وتنشف معايا. وهنا بقى عملت كده، وسعت مكان شوية ونزلت بشوية بصل بالسماق من اللي قلبك يحبهم. انا هنا بس بعزز طعم الشاورما بتاعتي بالبصل ده مش اكتر. انا مش عايزه احط هنا لا فلفل اخضر ولا فلفل الوان، بس نقدر نحطهم مفيش اي مشكله للي حابب يزودهم. كده بقى هفضل اقلب فيها كده لغايه ما الفراخ بتاعتي تستوي وتبقى جاهزه للاكل. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ كده اكون خلصت بقى الشاورما بتاعتي. هبدأ بقى اشيلها كده في طبق على جنب عشان انضف الجريل ده، وابدأ احمص عليه العيش بعد ما نعبي السندوتشات بتاعتنا. شايفين الجمال؟ احلى لايك بقى لاحلى شاورما في الدنيا. هنا بقى انا جايبه العيش السوري ده جاهز. هبدأ بقى افرده كده، ويعني بصراحة وما كانش ألطف حاجة.
هنا بقى نعمل زي المطاعم شوية. جبنا العيش اللي هو بتاعنا ده بتاع المحلات، واخدت كده نص الرغيف، فتحت الرغيف كده وحطيته كده زي المحلات بالظبط. نزلت بقى بشوية من الصوص ده، طبعا نقدر نحط تومية، بس انا هنا حبيت اختصر الشاورما بتاعتي بأسهل طريقة والمتاح عندنا في البيت. هنا بقى كنت محمرة بطاطس وحط عليها بهارات من بهارات البطاطس، ونزلت بشوية كده من المايونيز، وطبعا نقدر نحط كاتشب، وممكن كمان نحط الخيار المخلل او فلفل هالبينو زي ما نحب، المتاح عندنا. كده بقى نلف السندوتش بتاعنا ده، وبكده السندوتشات بتاعتي جاهزة. انا نضفت الجريل بتاعي ونزلت كده بمعلقتين من الزيت، ومسحت الجريل كده، وبدأت بقى انزل بالسندوتشات بتاعتي. ولا اسهل ولا اسرع من كده. شايفين العيش زي ما بقول لكم ما كانش الطف حاجة، بس يعني تمام الدنيا مشيت. لو وصلت هنا للفيديو بتاعي ما تنسيش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، والجديد مع هبة الشربيني احلى واحلى باذن الله. ان شاء الله انتظروا فيديوهات قوية وسهلة جدا وبسيطة جدا. شايفين الجمال؟ ولا احلى من كده. عملنا سندوتشات بطريقة سهلة جدا وكمان بسيطة جدا، ومكوناتها متاحة عندنا في كل بيت. انا هنا بقى كنت بدوق، بس السندوتشات كانت لسه سخنة، بصراحة كانت تحفة. هنبدأ بقى نقطعها زي ما نحب كده، او نقدمها زي ما هي زي ما نحب. ودي كانت وصفة الشاورما بتاعتي، يا رب تعجبكم وتنال رضاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.